أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. جولة ثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأي المثل الإنجليزي اللي بيقول أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا. عودة بعد فترة كبيرة جدا من الانقطاع عن التصوير عن الفيديوهات بسبب ظروف شخصية. وحشتوني جدا. فات مني أول جولتين، فات مني طبعا السوبر الأوروبي وكوميونتي شيلد. تشيلسي يفوز على لوتون تاون في ستانفورد بريدج من شهر 3. أول فوز لتشيلسي من حوالي 5 شهور على ستانفورد بريدج، وثالث فوز لتشيلسي الموسم دوت، أو مش الموسم دوت، 2023 اللي هي خلاص قربت تخلص على ستانفورد بريدج. 3-0 في ليلة تألق رحيم ستيرلينج. أرسنال يتعادل تعادل مخيب للامال قدام فولهام في ماتش سيء جدا من ارتيتا. توتنهام مع المدير الفني الجديد عامل شكل حلو من غير هاري كين، بيفوز 2-0 على بورنموث. يونايتد بيعود بريمونتادا، هي بالنسبه لي ريمونتادا تخوف، من 2-0 اول 5 دقائق نوتنغهام فورست يرجع 3-2. بس الماتش حرفيا هو سيء للغايه. السيتي نفس القصه، 2-1. هالاند بيضيع ضربة جزاء يفوز على شيفيلد يونايتد 2-1 بالعافية من اللاعب اللي ينقذه، اللي بقاله فترة كبيرة هو عمود مانشستر سيتي فعلا الفترة اللي فاتت، هو رودري. هنتكلم طبعا الكلام ده كله، ونختتم الجولة بالمين ايفنت، ليفربول نيوكاسل في مفاجأة البريمير ليج لغاية دلوقتي. ليفربول يقلب الطاولة في 13 دقيقة من البديل داروين نونيز بعد كوارث من التحكيم ومن ليفربول، وبالذات من ترينت ألكسندر أرنولد. معاكم مصطفى محمد وبرنامج السادة المستديرة، وبجد وحشتوني جدا، وبجد مبسوط جدا ان انا رجعت اصور تاني وان انا رجعت اعمل فيديوهات تاني. وعشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نخش على الحلقة. تشيلسي يفوز 3-0 على لوتن تاون في ستانفورد بريدج. ثالث فوز لتشيلسي زي ما قلنا في بداية الفيديو لستانفورد بريدج في 2023. تشيلسي عامل كمية صفقات وبتشتينو، بس اللي يشوفهم حرفيا يعني لوتن تاون هي فرقة صاعدة من الشامبيونشيب، عاملة موسم باين ان هو مش هيبقى ليه اي لازمه. موسم وحش، هيبقى موسم وحش جدا للوتن تاون، وهيرجعوا تاني تشامبيونشيب. ده شيء متوقع وده شيء اكيد. فرقه هشه، فرقه ملهاش لازمه، فرقه وحشه قوي. فده بالنسبه لي هو مش مقياس. رحيم ستيرلينج وثنائيه ما بين رحيم ستيرلينج وما بين جوستو، الباك اليمين، حلو الكلام. ان انتوا ثنائيه جديده. رحيم ستيرلينج واحد من الناس اللي كانت السنه اللي فاتت بيتقال انها ملهاش لازمه في الفرقه ولازم تمشي، هو اللي بيبتدي يحسن شكلك. طبعا اصابه كريستوفر فرنكونكو هيرجع في شهر يناير او بعد يناير بكتير، كمان بيتكلموا في 4-5 شهور. اصابات تشيلسي مهما كانت كتير، راح جاب كايسيدو، راح جاب لعيبه كتير قوي. تشيلسي عمال يصرف من الصيف اللي فات بطريقه غير طبيعيه من ساعه ما جه تود بويلي. واخيرا نيكلاس جاكسون يجيب هدف في ماتش هو فعلا مش مقياس، بس زي ما تقول كده 3-5-2 اللي متعود عليه بوتشيتينو. يحب يعني زي ما يقول لك كده انا ابتديت احط شويه معالم للفرقه، ابتديت احط شويه معالم للخطه. ماتش زي دوت يخليني اخد ثقه اللعيبه شويه. كايسيدو جنبيه انزو فرنانديز،
بتتكلم ان انت خط هجومك دلوقتي ستيرلينج ومعاه جاكسون، شيلويل شايل الدفاع، شايل الجبهه الشمال، جوستو لغايه لما نشوف ريس جيمس هيرجع امتى ولا ايه نظامه، عشان ريس جيمس بيلعب ماتش يتصاب قدامه شهرين. ريس جيمس بيلعب ماتش يتصاب قدامه شهرين. 3-0 فوز مهم جدا لتشيلسي على ستانفورد بريدج، وفوز معنوي لا اكتر ولا اقل بالنسبه لي. 3 نقاط وفوز معنوي. خش على ماتش توتنهام خارج الديار امام بورنموث، يفوز 2-0 لماديسون وكلوزفسكي في ماتش اسوأ ما فيه ريتشارلسون وبتاع دوت وسون. اسوأ ما في الماتش ريتشارلسون وسون. سون شرط القياده تقيله قوي عليه، وريتشارلسون ده مش مهاجم. قريب واحد هنجيله كمان شويه اسمه كاي هافرت. الاثنين دول حرفيا هم مالهمش اي لازمه. واحد بيروح يطلع من بقه نار مع المنتخب البرازيلي، والتاني ولا نفع في منتخب ولا نفع في انديه. بجد انتوا بتتكلموا في ان ريتشارلسون، يعني انا لو هسيب كل حاجه هتكلم عن حاجتين. سوء ريتشارلسون ان هو يعني ريتشارلسون جاله كوره في ال6 ياردة طلعها في السماء. ده مش منظر مهاجم. انت رحت فرطت في هاري كين وقلت ان انت هتعتمد بريتشارلسون، لولا ان انت معاك خط وسط محترم زي سار وزي بيسوما، ومعاهم ماديسون ماشي، ومعاك واحد زي بيدرو بورو على اليمين، ومعاك واحد زي كلوزوفسكي لما بيبقى رايق، بيبقى فايق ورايق، بيديك احلى شغل. انت كان ناقصك ان انت تجيب مهاجم محترم يساعد الفرقه. بس اللي انا شايفه ان الفرقه مع ستيجو جود، المدير الفني هو اسمه غريب شويتين، بس انا بقول ان الفرقه دي طول ما هي ما عليهاش ضغوطات ممكن تبص تلاقي الفرقه دي هي هتلعب في الكوميونتي شيلد، دوري المؤتمرات. ممكن تبص تلاقي الفرقه دي خدت منك خدت دوري المؤتمرات. ممكن تبص تلاقي الفرقه دي خدت منك كاس او اتحاد او رابطه. يعني الفرقه حلوه، الفرقه ماشيه حلو، بس عايزه يتشد عليها شويه، يتشد على سون، يتشد على واحد زي ريتشارلسون، واحد زي ايميل زي هويبرج انا ما اعرفش ليه مش واخد فرصته مع المدير الفني. يعني انا بالنسبه لي لو هتقول لي مين اللي كان يصلح ان هو ياخد شرط القياده مكان سون، اقول لك هويبرج هو فعلا كان عمود اساسي في الفرقه السنه اللي فاتت مع هاري كين طبعا. حتى سون السنه اللي فاتت كان سيء جدا. مباراه ارسنال حرفيا هو الف ب يشيلها ارتيتا. تعادل 2-2 في مباراه سيئه للغايه. انت حتى ما كنتش تستحق انك تكسبه. ماتش انت ما كنتش تستحق انك تكسبه. انت السنه اللي فاتت لغايه لما صليبه اتصاب منك انت كنت تقريبا احسن دفاع في الدوري. انت بتتكلم في الدوري الانجليزي. ثنائيه صليبه وجابرييل اختفت ليه انا ما اعرفش. قلت هتعتمد على تيمبر وهتعتمد على بين وايت. قصه ان انت بتلعب بتوماس بارتي باك يمين دي جريمه. تيمبر خد لك صليبي تعتمد لي على توماس بارتي باك يمين، رغم ان انت الفرقه ما تعادلتش الا لما نزلت زينشينكو في باك شمال مكان توماس بارتي، ورجعت بعد كده بين وايت يمين مع كيور. وايه كيور اللي انت عايز تلبسه باي طريقه وخلاص. انت بتتكلم في الجول الاولاني في اول دقيقه تمركز سيء جدا من رامزديل، خطا من ساكا بيديها لبريرا. شايف طبعا رامزديل بيرجع بطريقه ساذجه جدا. اول مره اشوف حارس مرمى متقدم بالطريقه دي. وحتى وانت بترجع مش بترجع مثلا بسرعه، لا انت بترجع بظهرك وبطيء وبجنب. لو انت اصلا بتوسع انت فتحت الزاويه اصلا لبريرا تحطها في اول دقيقه الجون الاولاني. اقعد احرد بقى 65 دقيقه تقريبا لغايه لما تجيب التعادل بسبب ايه؟ التعادل بسبب التغييرات اللي انت عملتها يا ارتيتا. التغييرات اللي انت عملتها، رحت طلعت لي ما بين الشوطين واحد زي تروسارد
اللي هو اصلا كان عامل لك خطوره شويه وكان فايق شويه مع ساكا وسايب لي كاي هافرتز، هاجي لكاي هافرتز في الاخر؟ لا ده انا هاجي لكاي هافرتز في الاخر قوي كمان. حلو الكلام. اولى ان انت كنت شلت واحد زي كاي هافرتز ونزلت مكانه نيكيتيا بدل ما كنت شلت تروسارد. ما فوقتش الا لما نزلت زيتشينكو وطلعت كاي هافرتز ونزلت مكانه فيريرا، فابيو فييرا. اللي هو انت ابتديت ان انت ترجع الفرقه تاني لتشكيلتك. انت السنه اللي فاتت كنت عامل تشكيله كانت جبار، انت دلوقتي معتمد ان ساكا لوحده مش هيعرف يعمل لك حاجه. ماشي، ابتديت تعتمد على رايس، ماشي. رغم ان انا شايف ان انت جايب رايس عشان يعوض الشاكا. حط بقى رايس وتوماس بارتي الاتنين في نص الملعب جنب بعض، معاهم اوديجارد، هيدولك تقل تحفه، هيبقى خط نص جبار. ورجع جابريال جنب صليبه، ارجع للثنائيه دي تاني، بين وايت على اليمين، زيشينكو لو جاهز على الشمال، مش جاهز عايز تحط كيور ده وتحطه. بس اللي انت بتعمله انت انت يعني في كميه عك غير طبيعيه. فابيو فييرا يخش ياخد لك ضربه جزاء، يخش يحطها ساكا. وانا ما بقتش فاهم الصراحه قصه ان ساكا ماتش واوديجارد ماتش في قصه ضربات الجزاء. يخش يحط الجون الاولاني دقيقتين بالظبط وكوره مشتركه، ساكا ياخد حرفيا نفس قصه اصابه محمد صلاح مع راموس في نهائي 2018، وهي فعلا ما تتحسبش فاول. هي ما تتحسبش فاول، اللاعب واقع في الارض، اللاعب مغطي الاوفسايد، تيجي بالكوره من فابيو فييرا لنيكيتيا التاني. ارجع بقى واقفل واظبط دنيتك، وقف صح. كرة عرضية من ركنية ملهاش أي لازمة، مفيش أي حد مغطي، مفيش أي حد طالع على القريبة. لست التعادل من بايلينيا 2-2. شكرا. ماتش سيء للغاية، بجد ماتش سيء للغاية بالنسبة لأرتيتا وبالنسبة لأرسنال. ضيعت نقطتين قدام فرقة، أنا آسف في الكلمة، فولهام مش الفرقة اللي تخوف. أنت ضيعت نقطتين في ماتش سهل. النقط دي معلش، انا لو انت عايز تعمل زي الموسم اللي فات وتبقى بتنافس على الدوري، النقط دي انا اضيعها قدام ليفربول، قدام يونايتد، قدام السيتي. انا ما بضيعش قدام فولهام، قدام الفرق ديت. ده لو انت عايز تاخد الدوري زي السنه اللي فاتت اللي انت كنت بتحارب على الدوري. مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست. مانشستر يونايتد يلبس جونين في 4 دقايق، في اول 4 دقايق بدايه حرفيا. اللي يشوف مانشستر يونايتد اول دقيقه يقول بس ده نازل يجيب 6-7. كوره، شوط، صد، ركنيه. انت هعمل ايه بقى في الركنيه؟ نص الملعب اللي المفروض يغطي، حطيت لي راشفورد وحطيت لي انتوني، حطيت لي 2 اجنحه اللي هم المفروض اصلا يبقوا هم اللي يدوك الافضليه في الركنيه، وهم مثلا اللي لما تجيلهم الكره يشوطوا. انت حطيتهم ان هم اللي يستقبلوا اللعب. حطيت لي واحد زي وان بيساكا، حطيت لي واحد على الدايره. طب ما تحط راشفورد على الدايره. ده الف ب. طالما الباكات بتاعتك مش هي اللي بترفع الركنيه، هم اللي بيبقوا مغطيين. عملت ايه؟ كوره اتحطت من الركنيه، اتردت من الركنيه 3-1. الواحد ده اللي هو مين حضرتك؟ اللي هو إريكسن. طبعا لموا إريكسن انفراد بأونانا. ونانا عمل اقذر حاجه شفتها في حياتي في حارس مرمى بعد رامزديل طبعا، واللي هو عمله في الجون الاولاني. هو نفس القصه. وقع ده وقع بقى، ده بيرجع راح متكعبل، راح قاعد قاعده غريبه. الجون الاولاني، الجون الثاني ضربه ركنيه لنوتنجهام فورست، ارفع. اللاعب بيبص لقى الكوره خبطه في وشه في الجون. كاسيميرو واقف في الطراوه. رغم ان انت لو بصيت في الاخر اللي شالوك اصلا واللي رجعوك في الماتش 3 خط الوسط، ثلاثي خط الوسط. إريكسن بعد استلم اسيست من راشفورد ارزع في الجون. كاسيميرو ضيع واحده على السته ما تضيعش، بس عوضها بعد كده بالجون الثاني. وراشفورد يخش ياخد لك ضربه جزاء، برونو فرنانديز الثالث.
3-2 بس بعد ما انت ما كنت عامل ماتش ماسك استحواذ وماسك كوره، بس فين هجومك انا ما اعرفش. رحت جبت لي هايلاند لسه بيقولوا رجع للتدريبات، لا لسه ما رجعش للتدريبات. قصه غريبه كده عجيبه انا مش فاهمها. انت جايب لاعب مش جاهز ليه؟ يعني انت رايح تجيب لي لاعب من اتلانتا مصاب مش جاهز ليه؟ انا ما اعرفش. كان قدامك خيارات كتير اصلا في السوق متاحه، كنت تقدر تخلص في هاري كين. هاري كين كان لايق جدا 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 على طريقه لعب مانشستر يونايتد وعلى بروفايل مانشستر يونايتد. راح البايرن. عايز لعيبه تاني، كنت ممكن تروح للعيبه زي فيكتور اوسمان ان هو لسه لغايه دلوقتي موجود في نابولي، دي بالنسبه لي علامه استفهام. طبعا قصه الانتقالات ديت انا مستني بس يعني ايه سوق الانتقالات يخلص، وباذن الله بدون مقاطعه عايز اعمل حلقه عن قصه الانتقالات. قصه امبابي دي ليله. ما علينا. من مانشستر يونايتد لمانشستر سيتي وهي قلبي اللي تحزن حرفيا. مانشستر سيتي ماتش غياب بيب جوارديولا، الاصابه في بيلعب جولف اتصاب في ظهره او وقع على ظهره، اتصاب بيعمل عمليه في برشلونه في اسبانيا. انت معرفش خطه ما يعلم بها الا ربنا. كوفازيتش هو معوض كيفن دي بروين اللي هياخد وقت على ما يرجع تاني، بيتكلموا في 3 أو 4 شهور برضه، ولا عامل غياب جونديجان. واحد مع احترامي زي فيل فودن ده ما بياخدش وقت ليه في الملعب، اذا كان على حساب جريليتش عشان جريليتش كان وحش. عمل اسيست الكرة بتاعت هالاند كان سيء. هالاند بكبيره قوي الماتش ده يطلع على الاقل هاتريك. ضيع ضربة جزاء، جاب جول. مع احترامي دي مش اجوان هالاند زي ما بيتقال كده، جاياله سهله، ومضيع كورتين حرفيا، كرة انفراد وكرة تسديدة عك. هالاند مقدم عك الماتش ده. جاب جون وضيع، بس ضيع ضربة جزاء، ضيع على فرقته ان هو يجيب سكور محترم، تلعب بتشكيلة لحد ما متوازنة. العامل الرئيسي بالنسبة للسيتي الفترة ديت او الركيزة الاساسية هو رودري يا جدعان. هو فعلا افضل ارتكاز في العالم حاليا، والدليل على كده ارتكاز مخلص لك كام ماتش وشايل عليك كميه كور عامله ازاي. ماشي، دقيقه 62 هالاند يجيب لك الاول، دقيقه 85 تلبس جول، خطا من كايل ووكر يرجع الكوره دربكه شيل في المرمى. كايل ووكر شرط الكابتن، دنيا ما اعرفش فيها ايه، في حاسس ان مفيش الربط ومفيش التكتيك ومفيش السلاسه اللي كانت بتبقى في فرق بيب جوارديولا او في فرقه السيتي عامه. بدايه انا بالنسبه لي الحسنه الوحيده من الماتش ده بالنسبه لي تالق رودري، وان السيتي السيتي الفرقه الوحيده في الدوري اللي واخده العلامه الكامله، 3 ماتشات ب9 نقط. نيجي بقى يعني المين ايفنت. والله العظيم ده مين ايفنت. ايه ده؟ ليفربول قدام نيوكاسل في السان جيمس بارك، حرفيا ماتش هو الحظ بعينه. ماتش من بدايته لنهايته، اللي يتفرج على الماتش من غير ما يشوف ال3 اجوان، يعني شيل ال3 اجوان، نيوكاسل تكسب مستريح. حكم، تعالوا بقى للحكم بالله عليكم بتاع ماتش نيوكاسل دوت وليفربول، عشان ده عايز ضرب النار. اولا طرد فان دايك من وجهه نظري هو انذار مش طرد، ده من وجهه نظري هو انذار مش طرد. في كذا لاعب موجود من الدفاع، ايزاك يستحق فان دايك الانذار، يستحق فان دايك الانذار مش الطرد. انت بتتكلم طرد في الدقيقه 28 ان ليفربول بيلعب من تقريبا من الدقيقه 30 بيلعب 70 دقيقه من غير المدافع الرئيسي بتاعه، ان هو يكسب 2-1 بعد ما كان اول، يعني انت يعني انا بالنسبه لي اول 30 دقيقه ده ماتش، ال 70 دقيقه اللي بقوا ده ماتش تاني.
انت بتتكلم في فرقه فيها في خط الدفاع باك يمين كارثه، جويل ماتيب جنبيه كارثه، فان دايك وروبرتسون شامين نفسهم الى حد ما شويه. انت لولا اليسون بيكر انت كنت خرجت بفضيحه من استاد نيوكاسل. يورجن كلوب بعد الطرد راح طلع احسن مهاجم في الماتش، او احسن واحد في خط الهجوم في الماتش، ده هو لويس دياز، الوحيد اللي كان عامل لك خطوره اول 30 دقيقه، عشان تنزل جوميز جنب ماتيب تعمل ثنائيه. انا ما اعرفش الثنائيه دي اصلا ما دخلش فيها جوان تاني ازاي، صراحه مش هكدب عليك. ده الحظ وقف مع ليفربول بطريقه غير طبيعيه. بنتكلم ان تريند الكسندر ارنولد خد انذار في كوره ما فيهاش انذار الاعتراض على الحكم، انا من وجهه نظر بعدها بدقيقه بالظبط عامل فاول ده يستحق عليه انذار رسمي. يعني انت كان زمانك لو الحكم من كتر العك لو كان عايز يكملها عك بقى اكتر، حلو الكلام، كان كملها يا باشا وطرد لك ارنولد كمان، كان هيبقى عندك ارنولد وفان دايك الاثنين مطرودين. حلو الكلام. انت بتتكلم دقيقه 25 كرة من محمد صلاح، اسيست مشترك من محمد صلاح ومن ارنولد للوينج اليمين لنيوكاسل جوردن. شكرا. وهنيجي لقصه محمد صلاح دي حالا. محمد صلاح بيرجع الكرة لارنولد، ارنولد اول مره اشوف حد بيستلم على الواقف، اول مره اشوف مدافع بيستلم قدام يعتبر منطقه الجزاء على الواقف. جوردن شكرا، انفراد باليسون شكرا. سيل من الهجوم نيوكاسل غير طبيعي، بس توفيق مش معاهم. اليسون بيكر في الفورمه ادى لايه؟ ادى ان انت فقت، رجعت، نزلت لاعب زي داروين نونيز في الدقيقه 77 مكان ماك اليستر. حط يا باشا الكره لداروين نونيز، بوتمان بيغلط في الجون الاولاني في الدقيقه 81 يسلم الكره لنونيز الجون الاولاني، بعدها الدقيقه 93 كره من محمد صلاح لداروين نونيز اللي ياخد الكره ويطير ويصور 2-1 من 1-0 ومؤهل انك تكسب زي ما عملت في ماتش اللي فات. حلو الكلام، ماتش استون فيلا تقريبا او استهامي عشان ما بعرفش افرق بين اللبس ما بين الفرقتين. كنت كسبان 2-1 وقلبتها بنفس الخطه بنفس التبديلات اللي انت عملتها، عشان في نغمه طلعت قالت ايدي هاو غلط وايدي هاو عك الماتش وايدي هاو عمل تغييرات غريبه. قلبتها 5-1 الماتش، عملت نفس التغييرات، ناقص قدامك لاعب، اتقلب عليك الماتش. نيجي لمحمد صلاح. محمد صلاح انا بصور الثلاث. محمد صلاح الفورمه اللي هو فيها لو تفكيره كله في اتحاد جده، محمد صلاح لو قاعد غصب مش هيقدم حاجه لليفربول. محمد صلاح لو قاعد باقتناع ان هو قاعد مع ليفربول ان هم هيقدموا مشروع او ان هو عايز يكمل في المشروع بتاع ليفربول وان هو يبقى من اساطير ليفربول بالطريقه دي ماشي. انما اللي انا شفته من محمد صلاح في الماتش ده ان محمد صلاح تفكيره في السعوديه مش تفكيره في الماتش. محمد صلاح ملوش الا الحسنه الوحيده الاسيست، ويعتبر دار بيها الجون اللي جابه. الاسيست الجون اللي جه في ليفربول من جوردن. محمد صلاح في فورمه مش الفورمه اللي احنا متعودين عليها من محمد صلاح. دي فورمه واحد تايه، دي فورمه واحد تركيزه مش في الملعب، تركيزه في اغراءات السعوديه وفلوس السعوديه. تقول لي من وجهه نظرك صلاح يعمل ايه؟ من وجهه نظري ان صلاح العرض المالي كبير ومغري ماشي، وباذن الله برضو عايز ابقى اعمل حلقه عن قصه الدوري السعودي وايه قصه الدوري السعودي دي من وجهه نظري، تمام. بس العرض المالي كبير، العرض المالي نفسه اللي متقدم لليفربول كبير. يعني انتوا بيتكلموا من 100 ل 120 تقريبا، ومحمد صلاح بيتكلموا في رقم خزعبلي حوالي 2 مليار في الموسمين، يعني مليار تقريبا او مليار وحاجه بسيطه في الموسم، رقم غريب.
آه، او 100 مليون تقريبا. يعني ايه، هلم برضو بالموضوع انا طشاش. بس قصة محمد صلاح، محمد صلاح هتركز مع الليفر ولا هتركز مع الاتحاد جدة؟ هتركز مع الاتحاد جدة، اقول انا عايز امشي وامشي. على فكرة انا بشجع ارسنال في الدوري الانجليزي، ما بحبش الا ارسنال. وممكن اميل شوية، هتستغربوا اللي انا بقوله ده، ممكن اميل شوية لليونايتد شوية، بس انا فرقتي الاساسية في الدوري الانجليزي ارسنال. انا واحد بشجع اهلي، بشجع ريال مدريد، بشجع ارسنال. انما انا بتكلم كصلاح باللي هو عمله مع ليفربول، عايز تكمل كمل، بس تكمل بالتركيز. تكمل بالتركيز. صلاح اللي هو يوم ما الموسم ما بيبقى واقع، صلاح ده بيبقى طالع له مثلا ب 20 جول و5 6 7 8 اسيست، اللي هو يبقى طالع لك مثلا ب 30 مساهمه. يوم ما اقول الموسم بتاع ليفربول واقع، انما انت بالموسم ده بالفورمه دي المنظر ده، صلاح سيء جدا امبارح، او يعني جوله. بس الجوله الثالثه الدوري الانجليزي الممتاز، جوله جباره، جوله ناريه حرفيا. لعيبه كتير تألقت زي ستيرلينج، زي حارس شيفيلد يونايتد رغم انه لبس جونين، زي رودري اللي شايل الفرقه كتير، ولعيب كتير مخيبه للامال. هالاند جاب جون ويعتبر هداف الدوري. انا لا مش هداف الدوري تقريبا لسه، هو 3 اهداف في الدوري. بتتكلم في ارنولد، بتتكلم في صلاح، بتتكلم في مانشستر يونايتد تقريبا كلها. ونانا بالنسبه لي علامه استفهام كبيره، ان انت جايب حارس اصلا عشان خاطر يشيلك من الكوارث اللي كان بيعملها دخيا. 4 تجوان في ماتشين، ماتش انت خسرته قدام توتنهام، والماتش التاني انت كسبته بالعافيه. كاي هافرت، ريتشارلسون، سون، هيونج مين سون، لعيب كتير قوي مغير امال. فانتازي سيئه للغايه، انا جايب 32 نقطه في الفانتازي ودي كارثه. بس نتقابل باذن الله بدون مقاطعه الجوله الرابعه من الدوري الانجليزي الممتاز، كل جديد في قرعه دوري ابطال جايه. سلام عليكم.